السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفة النهاردة جميلة جدا، تنفع معانا في أعياد الميلاد، في المناسبات، عيد حب، عيد زواج، يعني المناسب معاكي والمتاح تقدري تعمليها فيه. تمام. أول حاجة هنسمي الله. عندي هنا بطين بدرجة حرارة المطبخ. بسم الله. هنزل بيهم بالشكل ده. طبعا البيض لازم بينزل عليه فانيليا. تمام. انا بحط 3 اكياس من الفانيليا عشان يقبل خالص على ريحه الزفاره. بسم الله. بالشكل ده. وهنزل عليهم بكوبايه الا ربع من السكر. طبعا السكر حسب راحتك. تمام. بسم الله. هضرب كل المكونات دي مع بعض علشان البيض والسكر يدوبوا تماما مع بعض. ماشي. طبعا انا ضربت البيض او والسكر والفانيليا مع بعض لحد ما بقى عندي القوام ده. تمام. بعد كده هنزل بكوبايه من اللبن. بسم الله. طبعا اللبن برضو يكون دافي في درجه حراره المطبخ. تمام. طبعا هقلب شويه، وبنزل كمان بكوبايه من الميه. تمام. لو حابه الكميه كلها، كميه السوائل عندك تكون كلها لبن عادي طبعا. لو انت حابه تكون كميه السوائل كلها لبن او ميه بس او لبن بس، برضو حاجه ترجع لك، بتبقى عادي جدا وبتبقى ما شاء الله كويسه. بس انا بحب اعمل مزيج ما بين اللبن وما بين الميه علشان يخلي القوام عندي خفيف وهش. تمام. هنزل كمان بتلت كوبايه من الزيت. بسم الله. طبعا يفضل ان ما يكونش ليه اي ريحه. تمام. طبعا هنزل ب3 كوبايات من الدقيق المنخول. بسم الله. طبعا انا نخله الدقيق ده 3 مرات. تمام. معدياه على منخل عشان ادخل الهواء جواه واحتفظ بالهواء. ماشي. طبعا بننزل بذره ملح. بسم الله. وطبعا بننزل بكيس من البيكنج باودر او من الكيك شيف المتاح عندك واللي تحب تستعمليه. تمام. طبعا انا نزلت ب3 كوبايات ونص من الدقيق. تمام. هقلب كويس الخليط علشان اتاكد ان كل المكونات دابت مع بعض واتجانست مع بعض. تمام. بالشكل ده. طبعا احنا بنقلب في اتجاه واحد من تحت لفوق كده، بس مش بنبالغ في الضرب ولا في التقليب علشان ما تقلبش معانا بسكوت. اخر حاجه هنزل بيها هي معلقه كبيره من الخل. بسم الله. هقلب. تمام. عندي هنا صينية مقاس 24. هنزل فيها بالخليط. بسم الله. بسم الله. طبعا انت قبل ما بتشتغلي في الكيكة بتكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. تمام. بتخلي الصينية محطوطة على الرف اللي في النص علشان ما تتحرقش منك. لو انت حطيتها في الرف اللي لازق للنار على طول ممكن تتحرق منك. تمام. هخبطها خبطتين كده في الرخامه وبعدين ادخلها الفرن وارجع لكم تاني. دي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. جميله جدا ولونها حلو قوي. طبعا هسيبها تبرد خالص علشان اعرف اقطعها وبعدين نبدا في التشكيل فيها مع بعض. طبعا الكيكه معايا هنا بردت تماما. انا هحاول دلوقتي اقطعها على 3 مستويات علشان نزينها مع بعض. طبعا انا قطعتها على 3 مستويات زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله. شايفين ما شاء الله ربنا يبارك. الكيكه هشه جدا وطريه ومسامها مقفوله. يعني ما شاء الله شبه الجاتو بالظبط. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من السواد. كده هجهز الشربات اللي هسقي بيها وتعالوا بينا نشوف الخطوات التانية. طبعا انا هنقل الكيكه بتاعتي على طرت التورته كده، وهبدأ اسقيها بالشربات. طبعا شربات خفيف. بسم الله. بسم الله. طبعا لو حابه تسقيها لبن وعليه معلقه سكر هتبقى جميله برضو. حابه تسقيها عصير برتقال برضه هتمشي معاكي. يعني المتاح عندك استعمليه، بس انا بصراحه بحب استعمل ليها
الشربات الخفيف. تمام، بقطره وبحط عليه معلقه كيس فانيليا، بيديها طعم جميل جدا. تمام. طبعا انا عندي هنا 8 كيلو من الكريم شانتيه، اللي هو طبعا السايب، بس يفضل لو هتجيبيه تجيبي ماركة المتحدة. تمام. هنزل عليهم باربع معالق كريمة باستير، بتخلي الطعم يعني القوام بيبقى غني جدا وبيبقى جميل جدا. تمام. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هنزل عليهم بنص كوباية من السكر الحبيبات العادي. تمام. بسم الله. وطبعا هنزل عليهم بكوبايه ميه بس تكون متلجه، وطبعا لو عندك لبن حطي عادي، بس انا كنت حابه عليها الميه. بسم الله. طبعا هننزل بالميه بالتدريج علشان نظبط القوام بتاعه. طبعا لو عندك مضرب كهربائي هيبقى كويس جدا في الخطوه دي. لو ما عندكيش تقدري تستعملي المضرب السلك، بس هياخد منك مجهود شويه. تمام. هضربها عشان ما اطولش عليك الفيديو وارجع لك تاني. طبعا انا ضربت الكريمه بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. طبعا بتختبريها ان انت لما تيجي ترفعها بالمضرب بخلاط المضرب بتلاقيها عامله معاكي زي المنقار واقفه. تمام. وبتبقى ثابته بالشكل ده. تمام. هجيب كيس حلواني وهحط فيه، بس للامانه انا ما عنديش اكياس حلواني، بس هحط في كيس تلاجة وهمشي الدنيا. طبعا انت لما بتوزعيها في كيس التلاجة او الكيس الحلواني بتسهل عليكي توزيع الكريمه. تمام. ما بيبقاش صعب عليكي ان انت تفرديها. بسم الله. طبعا بنفردها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا فردت الطبقه الاولى. تمام. طبعا انا نزلت بالطبقه الثانيه، هسقيها برضو حاجه خفيفه من الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طبعا مش هكتر على الطبقه دي، لان الطبقه دي هتبقى متشبعه من الكريمه من فوق ومن تحت. تمام. طبعا انا حطيت الطبقه الثانيه وعليها طبقه الكريمه، هنزل عليها ببيوري مانجا. طبعا انا بضربه في الخلاط من غير ميه خالص، لان انا عايزه التخانه بتاعته بس بالشكل ده. طبعا هوزعه، وطبعا انا بخليه يعني كنت عايزه احط عليه معلقه كريمه، بس قلت هو كده كده اصلا هينفرد على الكريمه تلقائي. تمام. هوزعه كويس جدا عشان كل الاطراف وكل الجوانب تتغطى بالمانجا. طبعا بعد ما غلفت الطبقه اللي في النص بالمانجا وبالكريمه، انا حطيت الوش، هبدا ازينه بالكريمه ونشوف الشكل النهائي مع بعض. طبعا انا هنا غلفتها بالكريمه بالشكل ده. تمام. لسه بس هساوي الزوايا بتاعتها وارجع لحضراتكم تاني. طبعا هنا انا خلصتها. بنحاول نمسح اي حاجه على الطرف من بره علشان يبقى الشكل العام جميل. تمام. يعني نحاول نهذب الشكل العام. تمام. اي حاجه زياده بنشيلها وبعدين نرجع نكمل خطوات. عندي هنا فرماسيل الوان، طبعا هنزل على الجوانب. تمام. بسم الله. هنغطي كل الجوانب بتاعت التورته من الناحيه دي كده. تمام. طبعا انا غلفتها بالفرماسيل بالشكل ده. تمام. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عندي هنا شوكليت شيبس، هنزل بشويه على الاطراف. طبعا التزيين بيرجع للشكل اللي انت عايزاه او بيرجع لذوقك انتي. تمام. بسم الله. طبعا كان عندي هنا شوكولاتة سما، بشرت منها جزء برضو. بسم الله. اخليها بالشكل ده.
طبعا التسيين ده على ذوقك. تمام. انا بس يعني مبسطه الامور علشان المبتدئين واللي عاوز يعني يبدا ان هو يشتغل في حاجه زي دي يكون الامر سهل عليه، ما يكونش حاجه فيها تعقيدات ولا حاجه صعبه. حاجه يعني ما شاء الله عاطيه شكل جميل جدا، وما شاء الله الطعم روعه. وطبعا يفضل ان انت لما تعملي الكيكه او التورته عموما يعني يفضل انك تبيتيها ليله في التلاجة، يعني عشان بتبقى كل المكونات تجانست مع بعض وادت الطعم المطلوب. تمام، يعني هتاكليها كأنك جايباها فعلا من محل حلويات مش انت اللي عاملاها في البيت. تمام. عندي لسه باقي هنا، عندي بيوريه من المانجا. انا يعني حابه احطه على الوش بالشكل ده. بسم الله بسم الله. طبعا ما نعديش الجزء اللي فيه الشوكولاته. تمام، بالشكل ده ما شاء الله. حاجات والله ومكونات بسيطة جدا من البيت، تقدري تعملي حاجة حلوة يعني ليكي ولولادك، سواء في مناسبة أو مفيش، يعني حاجة من باب الترفيه أو من باب الفرفشة. تمام. طبعا ده الشكل النهائي. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. جميلة جدا وتنفع في أي مناسبة، بسيطة ومكوناتها من البيت وشكلها كيوت قوي ما شاء الله، حلوة تنفع معاكي في أي مناسبة. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون نالت إعجابكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.